بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهارده نعمل معاكم كفتة في الفرن، وهنعمل رز بسمتي بالبسلة. هو رز مصري بس هو ابني كان عايز رز بسمتي وانا الوقت ده ما كانش عندي فيه. فانا عملت له رز مصري يعني زي يعني نفس طريقة البسمتي بس مصري. تمام. هنا هو انا معايا نص كيلو لحمة مفرومة. طريقة الكفتة دي جميلة جدا وما بتكشش يا جماعة، والله نهائي نهائي. هنا بوريكم الدرق بتاع الكبة كان وقع اتكسر وانا كنت لازقاه بسولوتيب يعني. هنا كان معايا نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليهم بيضتين وحطيت عليهم رغيف عيش. مش بحط فول صويا، يعني انا ساعات بحط فول صويا بس يعني بسمع ان هو مش صحي، فلما بكون مثلا هعمل كفته كذا مره في الشهر او كده هو مش بحب اضيف فول الصويا كتير يعني. فانا بضيف رغيف عيش ما بيخليهاش تكش كمان ولا اي حاجه. يبقى حطيت على نص كيلو لحمه مفرومه رغيف عيش مبلول، وبعد كده عصرته كويس جدا ورحت حاطاه وحطيت عليه بصلتين وسط كده او بصلايه يعني وسط، و... والملح والفلفل والتوابل بتاعتك عادي، يعني ملح وفلفل اسمر. انا بحب الكفته بالذات ما بحطلهاش توابل كتير. ممكن كيس اللي هو توابل الكفته، يا اما ملح وفلفل وسنه بتاعت قرفه وسنه قرفه، بس ما بحطش على توابل الكفته حاجه اكتر من كده. يبقى هنا حطيت على نص كيلو بالطين واللي هو رغيف العيش والتوابل بتاعتي، وحطيت عشان اللحمه كانت حمراء. كنت انا مسيحه دهنه. رحت واخده معلقه يعني معلقه اكل كده، هو معلقه او معلقه ونص كده معلقه اكل. حطيتهم عليه متسيحه جاهزه يعني، بس وضربتهم في الكبة علشان الكفتة طبعا لازم تكون سايلة اكتر. لازم تكون مفرومة كويس او مدعوكة كويس، فانا قلت عشان العيش يدخل في قلب العجينة وما يبقاش ايه شكله مش حلو. وحطيت كمان عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة. بيكنج باودر بيدي هشاشة لل للكفتة وما بتبقاش مكبوسة، يعني البيكنج باودر بيخليها هشة كده مش مكبوسة. تمام. وهنا هو لقيت الخليط العجينة بعد ما نزلتها يعني يعني مش هعرف اشكلها كويس، يعني هتبقى برضو سايلة شوية، فحطيت عليه دقيق بقسماط، حطيت بتاع حوالي معلقتين دقيق بقسماط. تمام. يبقى كده زي ما انا قلت لكم نص كيلو اللحمه المفرومه انا حطيت، او ممكن ما نحطش بيض على فكره، بس انا عشان يعني اعزز الطعم اكتر وفي نفس الوقت اخليها قيمه غذائيه اكتر. دي كانت بصلايه، فحطيت البيضتين. يعني احنا ممكن نحط بيضة، ممكن نستغنى عن البيض تماما بنفس الطريقة ونستغنى عن البيض تماما، هتبقى كويسة جدا. كده خلاص انا عملتها بقى وضربتها في الكبة وظبطت الملح بتاعها الكلام ده كله، وسبتها بقى ايه علشان يعني ايه تاخد يعني يعني الكفتة والحاجات دي والتتبيلات عامة لما بتعمليها وبتسيبيها شوية بتديكي طعم احلى. هنا هون بقى انا هعمل الرز اللي هو الرز المصري. بس انا هعمله بنفس طريقه البسمتي. انا اغلبيه الوقت على فكره في البسمتي انا مش بحط له بصل، يعني انا بحط ورق الراوله لورا والحبهان والليمون والحاجات دي كلها والتوابل بتاعته والقرفه والكلام ده، بحمرهم وبعد كده بحط الرز عليه. لكن انا في طريقه الرز دي انا عملته يعني هم انا واخداه يعني نص بسمتي ونص عادي. مش بسمتي، نفس الطريقه، يعني الطريقه يعني جزء من الطريقه اللي هو ان انا بحط اللون الاصفر عليه. هنا انا حطيت طريقه الرز دي حلوه جدا جدا ومغذيه قوي قوي على فكره. البسله على الرز دي حلوه قوي. زي ما انتوا شفتوا كده انا حطيت البصلايه وحطيت يعني يا دوبك دبلت مش اتحمرت، دبلت رحت حطيت عليها البسله. ولو البسله بالجزر برضو بتبقى نتيجتها حلوه قوي قوي يعني. بس انا يعني انا كان عندي بسله بالجزر وسله عاديه، فانا قلت لا انا يعني ايه اخليها بسله بس وشوحتها كويس. البسله اتشوحت كويس قوي، وبعد كده بدات ان انا حطيت عليها الملح بتاعي وزودت الميه. آه بس زي ما انتم شايفين كده هو طريقه الرز دي جميله قوي قوي قوي، جربوها. وعايزه اقول لكم ان هي اصلا يعني تقريبا الحله دي ما قعدتش يعني. الحله شكلها صغيره بس هي الحله بتاع واخده مثلا بتاع كيلو الا ربع رز تقريبا. بس كده بدات ان انا ملحتها ملح وسنه فلفل اسمر بسيطه قوي. آه مش عارفه ليه انا مش بقتنع بالفلفل الابيض، يعني الفلفل الاسمر الابيض، الفلفل الابيض ده المهم يعني. بس فانا حطيت ايه غطيتها كده هو، انا قلت إيه الرز يتشرب مع نفسه. هنا كان عدى مثلا بتاع ربع ساعه تقريبا. قلت بقى ان انا اصبع الكفته. آه لما انا سبتها شويه الكفته مسكت نفسها،
لكن كانت اول ما اتضربت كنت نحس ان هي ايه سايله كده شويه. هنا كنت عامله طبعا فنجان القهوه بتاعي اللي لا غنى عنه في يومي. فناجيل القهوه، يعني انا ممكن اشرب، مش بشرب فنجان كمان والله، كوبايه، يعني انا كوبايه قهوه انا بحبها اللي هي اللي باللبن جدا جدا جدا، يعني هي دي اكتر حاجه بشرب، ممكن 2 3 في اليوم يعني. هنا زي ما بوريكم انا العصايه اللي انا بصب عليها دي شماعه، انا كسره حته شماعه اللي هي اللي بتبقى من تحت دي، وبدات ان انا اصب عليها الكفته. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، لما نصبع الكفته على، بصوا أنا بوريكم ان هي شماعه بلاستيك يعني. لما انا بصبع الكفته عليها وببلها ميه، لما باجي بسحب صباع الكفته بحس ان هو ايه بيكش تاني. لكن لما ببلها زيت، ببل العصايه دي زيت وبعد كده ببدا ان انا اصبع، الصباع بيخرج معانا سهل جدا. هنا هو انا حطيت طبعا، خلصتها كلها وبدات ان انا حطيت سنه ميه عشان انا مش عايزاها تتحمر قوي من تحت، انا عايزاها ايه تستوي كلها ببعضها. هنا الرز بتاعي كان خلاص اتشرب، وبدات ان انا ايه بحب ان اديله تقليبه عشان يطلع مفلفل، ما بحبش اسيبه يبقى مكتوم كده، بيبقى بصراحه بحس ان الرز مكتوم يعني، لا انا بحب ايه كل حبه كده اروح انا ايه مقلبه عليه. كل حبه اروح مقلبه عليه علشان خاطر ايه احس ان الرز مفلفل اكتر. تمام. هنا هو بقى انا عندي لون اللي هو لون الزعفران الاصفر ده. بعد ما الرز استوى اتشرب، هو مش استوى، هو اتشرب ما بقاش فيه ميه نهائي، حطيت اقل من ربع كوبايه ميه وعليه لون الزعفران. نفس الحركه دي انا بعملها في الرز البسمتي بقى، عشان كده بقول لكم قريب من الرز البسمتي، بحيث انه هيبقى الرز ما بقلبش. انا بحط زي ما انتوا شفتوا اللون كده اهو، بسيبه ما بقلبهوش خالص لغايه ما يتشرب تماما، اللي هو تقريبا استوى خلاص، لو تاخدوا بالكم هو كده استوى. ببدا اقلبه، بتبقى الرزايه بقى رزايه صفرا ورزايه بيضه، وفي لون الطعام الاحمر كمان لو احنا. بس انا ده بعمله بصراحه في الرز البسمتي بقى، بيبقى اللون الزعفران الاصفر ده مع اللون الاحمر بكل واحد في ربع كوبايه صغيره، وبحط مثلا ايه بالمعلقه في اماكن متفرقه كده، وبعد ما بيتشرب تماما بروح ايه حطاه في الاماكن كده، وبعد كده ببدا ان انا اعمل ايه اقلبه بقى بعد ما يستوي خالص. تقلبي بتطلع بقى رزايه بيضه ورزايه حمراء ورزايه صفراء، بيبقى شكله حلو جدا جدا. هنا زي ما انتم شايفين الرز طالع بصوا حبايه بيضه وحبايه صفرا، ليه؟ لان احنا حطينا الاصفر في اماكن معينه، فلما قلبناه خلاص اللون ثبت على الرزايه اللي نزل عليها، الباقي الابيض ده هيفضل زي ما هو. هو يمكن الصوره كمان، الفيديو كمان ظالم الصوره شويه. وهنا الكفته بتاعتي كانت استوت وكانت ريحتها جميله جدا جدا. البيكنج باودر حلو قوي زي ما انا قلت لكم، نص كيلو الكفته لحمه مفرومه حمراء، حطيت عليه رغيف عيش مبلول بليته نقعته في ميه، بعد كده عصرته كويس جدا، وبعد كده رحت حطاه على الكفته، وحطيت معلقتين او معلقه ونص سمنه او دهنه، عشان هي اللحمه كانت عندي حمراء، لان الكفته حلاوتها وطراوتها بتيجي من الدهن اللي فيها او السمنه اللي فيها او الدهون يعني اللي فيها. لو تاخدوا بالكم بصوا هي ما اتحمرتش من تحت قوي، ليه؟ عشان ربع كوبايه الميه اللي انا حطيتها في الاول دي. تمام. وحطيت عليها بقى بيضتين وملح وفلفل واسمها ايه قرفه وبس. وبعد ما ضربتهم في الكبه كويس جدا، وممكن ندعكهم بايدينا، لو مفيش كبه ندعك بايدينا كويس جدا جدا، احنا لازم ندعكهم قوي. لكن بالنسبه للعيش هيدوب، لان احنا كده كده اصلا احنا ناقعينه. وكان معاها لفت، واتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم.